بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في سانتياغو برنابيو ومع الجولة 29 ومع الموعد الكروي الأهم على مستوى أوروبا، بل قل على مستوى العالم، ما يعرف بالكلاسيكو، لحظة الحقيقة والمواجهة المرتقبة والتي يترقبها كل عشاق المستديرة في كل مكان. ريال مدريد وبرشلونة الليلة، وريال مدريد والبارسا هذا المساء. نحن وإياكم أمام سهرة كروية ننتظر وإياكم أن تكون ممتعة، نترقبها وإياكم في ملعب سانتياغو برنابيو. الآن مضغوط عليه بجانب دانيب، رونالدو يحاول مرور، مضغوط عليه من أكثر من لاعب. الهجوم للبارسا، التمريرة لنيمار وكرة الآن بوسكيتس مضغوط عليه من جانب كارفاخال، بيل لكريم وبنزيما يلعب كرة لكنها بعيدة خطيرة، ضاعت من كريم. شافي أمر يلعب كرة، فريق الملكي الأبيض يضغط، كرة من جانب بيل باتجاه رونالدو ولكن الميش في التغطية، وبعد ذلك ضربة مرمى رونالدو. الكرة تصل لنيمار، محاولة برشلونية لمسة لميسي، ميسي مع انيستا يلعبها لانيستا وكرة جول! هدف للبارسا. الله يا ليو، الله يا انيستا، لمسة ساحرة جميلة وانيستا باليسرى. الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين. مروى بيبي، نيمار يحاول لكن التغطية من المدافع القوي. بيل ينطلق، بيل يلعب كرة وفرصة لكريم، بنزيما يمر وكرة سهلة لفيكتور، سهلة لبارديز، كرة بنزيما. الكرة من كارفاخال، تمرير دي ماريا من الأول مر، من الثاني مر، من الثالث مر بالكرة وكريم على اليمين. كارفاخال يمر لكن بيكي والمرور، صراع برازيلي ارجنتيني مع الميش. الكرة طالت، كرة ضغط من جانب بيبي، سيسك تمرير للامام وكرة باتجاه ليو وميسي في مكان، كرة خطيرة ضاعت من ميسي. يا إلهي، نيمار يحاول، بيبي تغطية ممتازة، مباراة مفتوحة في مقابل هدف، ولكن بعد ذلك ريال مدريد عاد وسيطر، وكرة خطيرة لمصلحة نيمار في مكان، كرة جميلة ولكن الدفاع يتدخل. مارسيلو الوحش تدخل بشكل رائع جدا امام نيمار. يا إلهي، على المساحات الموجودة، على الأخطاء الدفاعية الواضحة، يحاول البحث عن الحلول. نيمار محاصر، نيمار يمر، يحاول بكرة ولكن التغطية، التدخل اللي كان مع بيبي من جانب نيمار، لن يعطونها الفرصة لأن يتنفس بلغة كرة القدم اليوم. رونالدو من جانب عناصر البارسا، ولن يسمحون له بأن يفعل شيء أو أن يتنفس بلغة كرة القدم عن ميسي. ورونالدو وكريستيانو بكرة على اليسار، لمسة جميلة إلى دي ماريا، البحث عن عرضيات، كرة عرضية جميلة وخطيرة بالرأس وكرة كريم بنزيما. التعادل، الريال يعود براسية جميلة بل في منتهى الروعة. كل شيء هذا المساء يوحي بكرة قدم من كوكب آخر، ولكن هنالك إصابة لدي ماريا، إصابة للمتألق في الكلاسيكو دي ماريا، والتمريرة لبيل، تغطية من الدفاع. دي ماريا على اليسار لمارسيلو، تحرك من دي ماريا، خطيرة للريال وكرة عرضية، الدفاع وكريم قلبها الريال، مرنجي جميل. الله يا كريم، الله يا بنزيما، فعلوها، قلبوها.
آثار الجماهير، أتى من جنون ملكي مجنون. كريم رائع وهدف رائع وروعة للريال. كرة مع الفيش دي ماريا، والفيش دي ماريا يمر ويلعب كرة جميلة وكريم الراس، كريم خطيرة ولمسة وبيكي يتدخل. يا إلهي هذا جنون، نعم هذا جنون. هذه لقطة دي ماريا، ما الحل مع دي ماريا يا مارتينو؟ ما الحل مع دي ماريا أمام 5 لاعبين؟ كرة لمصلحة الريال ولكنها تصطدم وتسديدة مودريتش بعيدة. بعد ذلك مخرج المباراة عليك أن تبقى في لقطة أفضل من ذلك، أن تظهر لنا لقطات أفضل من ذلك. الانطلاقة الهجومية لمسة تصطدم وخطأ في مكان خطير، ذكية جدا من جد. كرة تشافي قوية لكنها في الجدار. التي برشلونة عرضية باتجاه ليو، يحاول المرور رونالدو لبيل وبيل يمر وكرة طارت عليه وبعد ذلك انتهت خطورتها. إنيستا يمر يلعب الكرة لسيسكو ولكن بيبي يسر يلعب كرة خطيرة وعرضية جميلة. مودريتش يتدخل، رونالدو مضغوط عليه، رونالدو تجاه نيمار، نيمار يمر، نيمار يحافظ على الكرة، يكسب خطأ مع نيمار. لابد من ارتكاب الأخطاء. يعرفان بعضهما جيدا في سبيرز مع توتنهام، وهنا بيكي تدخل وبعد ذلك رمية جانبية. داني الفيش كرة عرضية، كرة تحرك من جانب رونالدو، تمريرة لكريستيانو، بيكي في التغطية وخطأ لمصلحة بيكي. مباراة كبيرة حتى الآن بالنسبة لبيكي ضد كريستيانو رونالدو. لمسة من ميسي، الونتو جميلة، ميسي يحاول أمام راموس، ميسي بينية لنيمار خطيرة وكرة وميسي فعلها اليوم. الله مبارك، الله يا ميسي، هدف ليونيل، هدف ميسي، هدف للبارسا. عادت برشلونة أن يسجلوا، عادت برشلونة في المباراة بالتعادل، وعادت برشلونة في أن لا يخسروا بسهولة. المدافع الأيمن كارفاخال، عرضية خطيرة، بنزيما يا إلهي جميلة من كريم. ألم نقل أنها مفتوحة على كل الاحتمالات وأنها مقبلة ربما بعد ذلك إلى مزيد من الأهداف، مزيد من الإثارة. يبحث عن حل، يلعب كرة بين مناطق فريقه، يستعيدها ماسكيرانو، يعيدها للبارسا، خطيرة باتجاه بيكي ولكن هنالك خطأ ضد الشوط الثاني. ياخذ دور الهجومي وكرة عرضية، بيل ينطلق، يحاول مرور، بيل يحاول، بيل يمر وكرة الكريم. يا إلهي جميلة من الويلزي، وكرة تصل ببنزيما إلى رونالدو، كريستيانو، كريستيانو يمر، ركلة جزاء. نعم نعم، ظهر رونالدو وحصل على ركلة جزاء، جزاء لريال مدريد. رونالدو كريستيانو، هدف ثالث للريال. عاد كريستيانو، بان، ظهر وبالفعل يسجل في الكلاسيكو مرة أخرى. لقطة جميلة جدا، كرة عرضية خطيرة لمصلحة الريال، بنزيما بالكعب وكارث بيل في مكان خطير وفالديز يتألق، كرة خطيرة. ومرة أخرى المخرج يسبب لنا مشكلة مع هجمة أخرى، يبحث عن حل، يلعب الكرة ولكن التغطية من مارسيلو لمصلحة البارسا. عرضية نحو القائم الثاني لكنها تبعد من جانب الدفاع. انيستا تسديدة جميلة ولكنها فوق المرمى، جميلة من الرسام، ريشة الرسام جميل. نيمار في مكان رائع وكرة فقط، أو القائد لمسة من جانب ميسي، جميلة لنيمار، نيمار يمر، ركلة جزاء للبارسا. طاردني راموس وركلة جزاء لبرشلونة. يا إلهي، مصلحة البارسا وميسي
من أجل التعادل. جزائية ليو يلعب الكرة، تعادل لبرشلونة. الله يا ميسي، نعم أعادهم ميسي، نعم سيمر ويلعب كرة. تغيير قادم للبارسا، نيمار سيترك مكانه في مباراة اليوم بعد أن تألق في هذا الكلاسيكو. على جهة اليمين كرة عرضية خطيرة تعود إلى مارسيلو أو بيبي، خطأ يحتسب الحكم لريال مدريد، خطأ يحتسب أونديانو مايينكو. البارسا على جهة اليسار عرضية تصطدم في كارفاخال، متاحة العرضية خطيرة باتجاه بوسكيتس، راسية بعيدة جدا في مكان خطير. دي ماريا باتجاه كريستيانو، تغطية من الدفاع وبعد ذلك الثاني الفيش كرة والقائم وبيدرو خلصها فران، وكرة لنيستا، ميسي بالكرة، بيبي في التف من جانب بيبي، عرضية باتجاه بيل مضغوط عليه ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كابرو محاولة باتجاه بيدرو ولكن التغطية أمامه، كارفاخال يقوم بالتغطية. ميسي وبيبي، كلمات بين قوسين بين الأسطر. دي ماريا كرة عرضية باتجاه رونالدو، بيكي تغطية ممتازة. مودريتش، جوردي ألبا في التغطية، وحكم المباراة يشير إلى خطأ لمصلحة ألبا، خطأ لمصلحة المدافع الأيسر بأن يصل كرة من ماسكيرانو جميلة لكنها فوق المرمى من جانب ماسكي تسديدة لكنها فوق المرمى. بيدرو انيستا على جهة اليسار يحاول مضغوط عليه ولكن التغطية من الونسو، ركلة جزاء لبرشلونة، صفر مايينكو واعلن عن ركلة جزاء للبارسا مرة أخرى. كثير من الرغبة في أن يسجل الآن الهاتريك في سانتياغو برنابيو، يلعب الكرة، جول ميسي مرة أخرى، هدف رابع للبارسا من ركلة جزاء. ميسي يسجل في سانتياغو، يحاولون عن طريق داني ألفيش، لمسة لمصلحة أليكسيس في مكان خطير، أليكسيس متسلل. هل خسر ريال مدريد أم لا؟ تسألون، يقول لكم أنه لم يخسر بعد وريال مدريد والآخر، ولكن الريال لديه كرة ثابتة ترقبها الكل، عرضية تشافي تبعد من الدفاع. يبتسم ميسي، لما لا يبتسم وهو يسجل هدفه رقم 12 في البرنابيو؟ يا لهذا الرقم المخيف، الرقم الكبير امام فريق بحجم ريال مدريد وفي سانتياغو برنابيو. كرة ثم عودة بعد ذلك، كرة عرضية خطيرة لكن لوبيز على مرتين، ليو اللي يلعب الكرة لكن دفاع ولمسة واليكسيس بالكرة لكن فاران يتدخل وصافرة تنطلق في هذه الاثناء لتعلن نهاية الكلاسيكو لمصلحة برشلونة، الكلاسيكو الكتالوني مرة أخرى في سانتياغو برنابيو بقيادة الهاتريك لميسي وهدف لإنيستا مقابل هدف لرونالدو وهدف لبنزيما. برشلونة يجعلون الفارق إلى نقطة واحدة بقيادة البرغوث، ونحن في زمن البرغوث. سيداتي وسادتي، نشكركم لحسن استماعكم أحداث مباراة اليوم، ونلتقي في مباريات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.